هتلاقيه هرن على رقم تاني دلوقتي ونشوف ايه رد فعل. ربنا يستر. دوس 1 واكسب 50,000 جنيه مع كل كلمة حكي. الو الو الو، السلام عليكم. نعم. حضرتك معايا كشري ابو حنا؟ انا ما عايز ارد عليك رد يا راجل يطلعني عن شعوري وعن ديني. استغفر الله العظيم يا رب. انت عايز ايه بالعربي كده ولا اكلمك بالاجنبي؟ كنت طالب كشري من اردن، من كشري ابو حنا، فما جاش بقى لحد دلوقتي. اقفل يا اقفل، مش نفس استظراف. انت ربنا يشفيك يا اخي. انت مش تابع كشري ابو حنا؟ ده حكايه يا حسين. رن على تاني رن على تاني رن على تاني يا عم يا عم رن على تاني، ده صوته عامل زي الشحط. رن على تاني. هيشتم. هيشتم. قول له يا عم طول بالك، انا بكلمك ليه كده يا عم؟ طول بالك. وبعدين حضرتك طول بالك طب شويه. طولت بالي. نعم ارضى. انت مش تابع كشري ابو حنا؟ يا حبيبي ما تخليش ارد عليك رد يطلعني عن ديني. لا استغفر الله العظيم يا رب. ما تظبط روحك كده وتسترجل شويه. قاعد الروح. حضرتك انا كنت طالب كشري من كشري ابو حنا اوردر، تمام؟ عن ابوك على انت رقمك ده مش تبع كشري ابو حنا؟ مش تابع زفت. عايز ايه؟ طب طول بالك يا اخي. انا بالي اخره كده، اخره طوله كده. انت بتتريق على صوتي يا اخي، انا صوتي كده طيب. ونعمل اصوات يا عم. بس انا كنت طالب، انا بقول لك كنت طالب، فلقيت الرقم على الكيس فرنيت عشان ارن على العميل اللي هناك، اقول له يسخن الصلصه عشان كل مره بتيجي ساعه. لا روح له من هناك، روح له من هناك وما تصدقنيش يعني. يا حبيبي انا ورايا شغل وعايز انام. طب يا عم، يعني انت مش تبع كشري ابو حنا؟ مش تبعه يا عم، مش تبعه يا سيدي. اما انت تبع مين؟ لا اله الا الله. والله العظيم انا عندي احساس ان انا عارفك، ولو طلعت اللي في بالي هيبقى يومك اسود. مين اللي مين اللي في بالك طيب؟ والله مش لازم يعني اقول اسمه، بس والله لو طلعت اللي في بالي هيبقى يومك اسود. ليه كده يا فندم؟ ولا فندم بلا زفت، عشان مش ناقصه استظراف. يعني انت تعرفني؟ لا اله الا الله. بعد اذنك يا حبيبي خليهم يسخنوا الصلصه شويه. اقفل بدل ما اسخنك تحت بابور جاي. اقفل. طول بالك يا اخي، انت صعيدي ولا ايه؟ ايوه يا عم صعيدي ولي الشرف. احسن ناس. عايز ايه تاني؟ ما هو محل ابو حنا ده، ما هو راجل صعيدي اصلا. طب ماشي. انت منين انت اساسا؟ انا من مصر الجديده. ما كملنا طري. اقفل يا. ليه كده حضرتك؟ اقفل يا. طول بالك يا اخي. والله لو رنيت تاني ما تعرف اللي هيحصل لك انت. عارف ايه اللي هيحصل لي يعني؟ اعرف اجيبك ازاي. دي عاد طريق تاني مش طريقتك انت. اعرف اجيبك ازاي. هتجيبني ازاي؟ ومن الرقم اللي انت بتتكلم بيه. طب عادي، حضرتك حتى لو جبتني من الرقم هتلقاني ان انا مش بستظرف عليك، انا بتكلم بجد. طب ماشي. لما تتكلم انا هاخدك على قد عقلك لما تتكلم بجد. تمام يا فندم. عرفت اللي انا مش تبع زفت. طب طب الرقم اللي محطوط على الكيس ده تبع مين؟ ما اعرفش تبع مين عاد. نبطل بعد اللعبه عاد ونقفل عشان في ناس عايزه وراها شغل وعايزه تنام. طيب يا فندم. طيب يا فندم، ما بقول للخول اللي مضحك جنبيك ده ايه داره جاي. مين هو ده؟ من هو ده؟ انت عارف من هو ده لا هو بيتريق يا فندم على كلامك، عشان انت مش تبع، انت بتقول انا مش تبع كشري ابو حنا، فهو بيضحك على كلامك يعني. يا حبيبي بطل استظراف. طب فين المدير؟ ثانية واحد عرفت حد شباب حد. اي الزقوم.
بتغيير انه هو ينقلهم على طول. هو عرفنا عشان انا كلمت النهارده هنشوف ايه اللي هيحصل بس.